في كتاب الغابة يصطحبنا الدكتور مصطفى محمود في رحلة فريدة من نوعها، رحلة إلى عالم له قوانينه الخاصة، حيث كل مخلوق يعرف مكانه، وحيث كل شيء في تناغم وانسجام مدهش. الكتاب يبدأ بمقدمة مثيرة، حيث يحكي لنا الكاتب عن رحلته في أعماق الأدغال الأفريقية وغاباتها، تلك البقعة التي تمثل الطبيعة في أبهى صورها. إنها ليست مجرد صحبة من الأشجار والحيوانات، بل هي رمز لكل ما هو بدائي وأصلي في الوجود. داخل هذه الغابة يبدأ الإنسان رحلته في البحث عن ذاته، بعيداً عن حضارة مغرقة في السطحيات. يبدأ البطل الذي قد يكون رمزاً لكل إنسان يبحث عن الحقيقة في التوغل داخل هذه الغابة. ولكن بدلاً من أن تكون مجرد رحلة عبر الأشجار والأنهار، تكتشف الغابة كأنها مرآة لداخل الإنسان، تعكس له كل مشاعره، أفكاره وتطلعاته. هناك يبدأ في اكتشاف نفسه بشكل أعمق. فهل يمكن أن تكون الغابة أكثر نظاماً من المدن؟ وهل يمكن أن تعلمنا الحيوانات شيئاً عن الحكمة، التوازن، وربما عن أنفسنا؟ التأمل في الحياة. في قلب الغابة يواجه بطل الرحلة أول اختبار له، الرحيل من الحياة. لكن هذا الموت ليس موتاً حقيقياً، بل هو رمز لتلك اللحظات التي نشعر فيها بأننا على وشك فقدان الأمل في الحياة. عند هذه النقطة يبدأ البطل في التأمل بعمق حول معنى الحياة والموت. تأملاته لا تنحصر في فقدان الأمل أو القنوط، بل في إعادة اكتشاف المعنى الأسمى للحياة. إن الكتاب لا يعرض الموت كحالة نهائية، بل كحالة عبور نحو الفهم الأعظم، نحو الوعي الذي يتجاوز الحياة اليومية المألوفة. من خلال هذا يدفعنا الكاتب لأن نعيش الحياة بكل شجاعة، لأننا عندما نفكر في الموت بوعي نستطيع أن نعيش الحياة بشكل أكثر حكمة ونضجا. مع مرور الوقت يتعلم البطل من عناصر الغابة نفسها، من الحيوانات، النباتات، وحتى الظواهر الطبيعية. كل عنصر في الغابة يحمل رسالة، وكل مخلوق يتفاعل مع الكون بطريقة تعكس تناغما عميقا. يلاحظ أن كل شيء في الطبيعة يسير في انسجام تام، على الرغم من الصراعات الظاهرة على السطح. هنا يعرض الدكتور مصطفى محمود الفكرة القائلة بأن الإنسان في العديد من الأحيان يعيش في حالة من التشتت وعدم التناغم، مما يؤدي إلى الشعور بالتيه. لكن الغابة تقدم نموذجا يمكننا أن نتعلم منه: الانسجام مع قوانين الطبيعة، التسليم للحكمة الإلهية في الكون، والتعايش مع التحديات بروح من السلام الداخلي. الغابة ليست كما نظن. الغابة في هذا الكتاب ليست عالما من الفوضى، بل من التوازن الرائع. الحيوانات هناك لا تعبث ولا تبالغ، كل فعل له غاية، وكل غاية مرتبطة بحكمة أعمق من مجرد البقاء. في الغابة الأسد لا يصطاد عبثا، الفريسة تعرف متى تقاوم ومتى تهرب. كل كائن يعيش في مجاله بلا تعد ولا فوضى. الغابة هي مدرسة كبرى للطبيعة، مليئة بالأنظمة الدقيقة المتناغمة، دون حاجة إلى قوانين مكتوبة. النظام الطبيعي. يدهشنا الدكتور مصطفى محمود بكيفية عمل الطبيعة. النحل يعمل بلا مراقب، الطيور تهاجر بلا خرائط، الحيوانات تعرف ما تحتاجه بالضبط وتأخذ فقط ما يكفيها. هذا ليس عشوائيا، بل هو مثال راق للتناغم الداخلي مع قوانين الكون.
لا يوجد إسراف، لا يوجد تكلف، فقط انسياب جميل مع الفطرة. العلاقة بين الإنسان والطبيعة. تتطور الأحداث ليبدأوا البطل في استكشاف العلاقة الأعمق بين الإنسان والطبيعة. في البداية قد يشعر الإنسان بالغربة في الغابة، كما لو أنه جاء من عالم مختلف تماما. لكن مع مرور الوقت يتعلم كيف أن هذه العلاقة مع الطبيعة هي جزء أساسي من جوهره. هنا يقدم الدكتور مصطفى محمود الفكرة القائلة بأننا كبشر جزء لا يتجزأ من هذا الكون، وأن كل ما نراه من جمال وخلود في الطبيعة هو مرآة لداخلنا. عندما يتناغم الإنسان مع الطبيعة يبدأ في اكتشاف السلام الداخلي، وتصبح الغابة مكانا للتجدد الروحي والذهني. الدكتور مصطفى محمود لا يقارن الإنسان بالحيوان ليقلل من شأن أحدهما، بل ليدعونا للتأمل. الغابة تذكرنا بما نسيناه: الإنصات للفطرة واحترام التوازن والعيش ببساطة مع الحياة. بينما الإنسان يملك العقل، لكنه أحيانا ينسى الانسجام ويحتاج إلى من يذكره بالقوانين البسيطة التي تحكم الكون. البحث عن الحقيقة الداخلية. مع مرور الوقت يبدأ البطل في تعلم العديد من الدروس العميقة عن الروح والوعي، ويكتشف أن رحلة الحياة ليست مجرد رحلة للبحث عن متع مادية أو نجاحات دنيوية، بل هي رحلة للبحث عن الحقيقة التي تتجاوز الحدود المادية وتسمو إلى مستوى الروح. في لحظات تأملية داخل الغابة يبدأ البطل في التوحد مع نفسه، ويكتشف أن الهدف الأسمى في الحياة هو البحث عن التوازن الداخلي والانسجام مع قوانين الكون. الخروج من الغابة، العودة إلى الحياة. بعد أن عايش حياة الغابة تعلم البطل العديد من القيم العميقة التي يمكنه أن يحملها معه في حياته بعد خروجه. ولكن هذا الخروج من الغابة لا يعني العودة إلى الحياة السابقة، بل يعني عودة جديدة إلى الحياة بمعنى أعمق. الخروج من الغابة يمثل التحول الروحي للبطل، فهو لم يعد هو نفسه الذي دخل الغابة في البداية. لقد تحول إلى شخص أكثر وعيا وأكثر قدرة على فهم نفسه والعالم من حوله. الغابة كرمز. الكتاب في عمقه ليس عن الغابة الواقعية فقط، بل عن الغابة كرمز للعالم الطبيعي، ذلك العالم الذي يعمل في صمت وينمو في حكمة ويزدهر دون حاجة إلى ضوضاء. الغابة في هذا الكتاب تصبح مرآة تعكس لنا طرقا جديدة للنظر إلى العالم، ليست طرقا جامدة أو معقدة، بل عفوية سلسة نابعة من فهم الحياة كما هي. معنى الحياة. من خلال تجاربه في الغابة يتعلم البطل عدة دروس أساسية في الحياة. التوازن الداخلي هو الأساس الذي يجب أن نسعى لتحقيقه في حياتنا اليومية، وأن الطبيعة ليست عدوا أو تهديدا، بل هي مرآة تعكس ما بداخلنا. أما التأمل فهو الطريق لفهم النفس والوصول إلى الحكمة. من الدروس الرائعة كذلك أنه لا يجب أن نخشى الرحيل، بل يجب أن نفهمه كجزء من دورة الحياة التي لا تنتهي. مع الوقت ندرك أن الحياة لا تتعلق بالنجاح السطحي فحسب، بل بالبحث عن الحقيقة وإيجاد السلام الداخلي. وفي النهاية يتركنا الدكتور مصطفى محمود مع فكرة عظيمة: أن الحياة ليست مجرد سلسلة من الأحداث العشوائية، بل هي رحلة مستمرة للبحث عن الحقيقة الداخلية والعيش بسلام مع أنفسنا ومع الطبيعة. إن الغابة ليست مجرد مكان،
بل هي رمز لجميع تلك اللحظات التي نواجه فيها أنفسنا بصدق، ولجميع الأسئلة التي نبحث لها عن إجابات. الغابة هو كتاب صغير في حجمه، لكنه عميق في رؤيته. لا يخبرنا عن الطبيعة، بل يدعونا للاستلهام من الطبيعة، لترى في الكائنات من حولك دروسا في التوازن والنقاء والذكاء الفطري. كتاب يشعرك بالدهشة والطمأنينة معا، ويمنحك لحظة هادئة تتأمل فيها كيف يمكن أن تكون البساطة هي أقوى أشكال الرزانة. كانت صحبتكم رائعة في هذه الرحلة السحرية، وهناك المزيد من كنوز المعرفة على قناتنا.